السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى احنا معانا فيديو مختلف جدا 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 عن كل مرة. مش طبيخ ومش مش اي حاجة من دي، مش طيور ومش اي حاجة. احنا معانا الفيديو بتاعنا النهاردة حاجة كده انا كنت حاولت مع نفسي تقريبا من شهر 12 كده، كان اول في شهر 12 ان انا اعملها. فقلت اذا نجحت هعرفكم بها، ما نجحتش يبقى انا ايه برضك ما خسرتش كتير. تعالوا نشوف الفكرة بتاعتنا ايه. الفكرة دي عن خزين رمضان وترتيباتنا لشهر رمضان المبارك، والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم. انا الحمد لله نجحت فيها وبفضل من ربنا. تعالوا نشوف عشان برضك اللي ما عملش زي يعمل، لانه انتوا عارفين ان احنا ما شاء الله اسرة كبيرة مكونة من 6 افراد. يعني إذا وصلت أنا لأي حاجة من اللي أنا عملتها دي ونجحت معايا يبقى بفضل من ربنا وكرم من ربنا وبركة ربنا علينا قبل أي شيء. تعالوا حبايب قلبي نشوف إيه الفكرة اللي أنا عملتها رمضان ونجحت ولا لأ. الفكرة بتاعتي كانت هي أنا سميته صندوق على بابا. صندوق على بابا ليه؟ عشان أنا قلت أشوف هعرف أحوش فيه ولا لأ. والحمد لله بفضل وكرم من ربنا علينا وبركة عملت زي ما حضراتكم شفتوا كده. وهو تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه ونشوف الصندوق ده عبارة عن ايه. وعلى فكرة دي لها غطا وكده، وكنت بحطها في الفريزر، احط فيها مانجا، احط فيها الخضار. كنت يعني ايه مقسمة الفريزر. دي كانت للخضار، التانية كانت للمانجا والفراولة والحاجات دي. واشتلتها حسيت ان هي واخدة مساحة، اشتلتها حسيت ملهاش لازمة، قلت بقى مبدأ فيها. فبدأت فيها بفضل ربنا وكرمه من نهاية شهر 11 بداية شهر 12. فاهميني؟ يعني بقالي شهر اللي هو 12 بس هو اللي انا بدأت فيها، وحطيت فيها حاجات من شهر 11. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. انا بقى وانا بجيب المشتريات بتاعتي كده كنت انا بدأت ان انا اعين. انتوا فاكرين السكر ده انا كنت جايباه من فتح الله الشهر اللي فات. حسيت ان هو يعني ملوش اي لازمة معايا ان انا استخدمه، وقلت كأنه ما جاش. ده كيسان السكر بتوع الشهر اللي فات اللي جبتهم من فتح الله. تعالوا برضك الكيسان السكر دول اهو اللي حضراتكم بتجيبوهم برضك وعارفينهم، اللي هم جايين فوق البطاقة. في بعض البلاد بتبيعهم ب27 وفي بعض البلاد بتبيعهم ب30، وعندنا برضك ب30. يبقى كده 4 سكر انا حسيت ان هم ما دخلهمش في الميزانية بتاعتي. تعالوا برضو بتاعة الملح ديت انا عندي واحدة زيها في المطبخ. بجيب اكياس الملح اللي بتيجي في التموين دي، وكده كده غسلها ومنضفاها وبفضي فيها. فحسيت برضو ان هي ملهاش لازمه معايا في المطبخ وعينتها. دي برضو ازازه الخل دي برضو انا كنت جايبه ازازتين من عند البقال. عينت واحده وسبت واحده في شهر 12 مش في شهر 1. هنا برضو الزيت دون انا بعمل ايه بقى؟ يعني ازازتين الزيت دون اللي هو الزيت الخارجي، وكل شهر بجيب ازازه زيت مع حاجة البقالة عندي. بس بعمل حاجة حلوة برضك. يعني أنا باجي في رمضان في التموين بتاعي بقوم مخرجة الإزازة القديمة وأدخل بدلها إزازة جديد. يعني الإزازة القديمة دي اللي هي تموين خارجي أي حاجة، بخرج الأزايز القديمة وبدخل الجديدة بحيث الصلاحية بتاعت الحاجة ما تنتهاش، ومهما تقعد معايا برضك ما تغيبش. كده معايا 4 هم، معايا 2 بتوع شهر 11 ومعايا 2 بتوع شهر 12. وانا ما دخلتش حاجه من شهر 1 لان انا ما جبتش الصراحه من عند البقال اي حاجه. معانا برضو الجمل كانوا جايين في التموين. دخلت شهر 11 1 وشهر 12 1، ودخلت في شهر 1 اللي احنا فيه ده كيس الشعريه بس، لان انا عندي شعريه سايبه. انا هبقى اوريها لكم في مشتريات السوق ان شاء الله. اهو كيس الملح اهو لفينا ورجعنا لكيس الملح اهو اللي انا بجيبه في حاجه التموين. بيديني قال ايه كيس الملح ده بقيه حق يعني في التموين. ماشي كده بتكون ايه الحاجات اللي في صندوق علي بابا خلص. ماشي حبايب قلبي، ارص بقى حاجتي واقول لكم تاني على بقيه الحاجات. حلوه قوي في التوابل. يعني مثلا ده انا كانت بقى معايا 10 جنيه قمت جايبه بها. يعني انا كان معايا 10 جنيه قلت اجيبها فلفل اسمر. فلما رحت هناك عند العطار، الكلام ده من زمان والله مش الايام دي، لما رحت هناك عند العطار لقيت معايا 5 جنيه. قلت له طب حط لي عليهم ب5 جنيه حبان. قام واخد كبشه كده وحاططها لي ايه على الفلفل الاسمر. اصبح معايا ب10 جنيه فلفل اسمر وب5 جنيه حبهان على بعضه كده. برضه قلت مش لازمني
ندخلهم ايه في الحاجه اللي انا هعملها. برضو جبت مره ب5 جنيه كزبره، مره برضو جبت ب2 جنيه كزبره. هتلاقوا عندي حاجات كتير متكرره، لان انا ما كنتش يعني ما كنتش بجيب الحاجه يعني بالترتيب. فبقول ايه 5 جنيه زي 2 جنيه وبجيبها. والله ده ب5 جنيه كمون، فاهميني؟ دوم ب2 جنيه ب3 جنيه كمون. جبت هنا برضو من عند فتح الله، كانوا دوما عاملين 10 جنيه ورق لوري. برضو كان عند فتح الله انا كنت جبت ده ب20 جنيه فلفل اسمر. شوفوا بقى عند فتح الله، شفت ب10 جنيه فلفل اسمر هنا في خيرنا، وشوف ب20 جنيه فلفل اسمر عند فتح الله، فرق السما من الارض. برضو شوفهم ده ايه ابو 20 جنيه حبه هنا عند فتح الله، برضو فرق السما والارض. عندي حاجات كتير والله، يعني حاجات كتير. شوفهم برضو كنت جبت ب5 جنيه لومي اللي هو الاسمر ده من هنا من عند العطار صاحب الخير بتاع بلدنا. هنا برضو جبت ب5 جنيه لومي مره. يعني ببقى اجيب الحاجات مش فاكره اصلا، مش متذكره ان انا عندي. هنا برضو هتلاقوا لومي اهو من عند فتح الله، ولومي من عند العطار اللي في بلدنا. ده ودي، فاهميني؟ ال5 جنيه بتعمل، مش ما بتعملش. ده ب5 جنيه ببريك، فاهميني؟ ب5 جنيه اللي هو القرفه اللي هي الخشب. دوما ب5 جنيه والله. دوم شوفوا 1 2 3 4 5 عاطيني الواحده على انها ب5 جنيه، لان العطار ده حبيبنا صاحب ابني يعني. فما بروح هناك اقسم بالله اجي اقول له هات ب5 جنيه وانا محروجه جدا ومكسوفه، يقوم قايل لا 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 طيب حاضر هجيب لك. شوفوا يعني مين يصدق ان ده ب5 جنيه كمان؟ يا ابني حرام عليك، لو الحاجه ازيد من كده عرفني يقول لي انا عينيا ليك. فشوفوا دوم ب5 جنيه ايه اللي هي جوزة الطيب، فاهمين يا حبايب قلبي؟ برضو كنت جبت ديت في مره اللي هي الصويا صوص ديت، جبتها في مره والله العظيم. عاطيني ديا وديا تخيلوا بكام؟ عاطيني ديا ودي، عاطيني دي ب20 جنيه وده ب15 جنيه، الاتنين ب35 جنيه. بس الكلام ده امتى؟ من شهر 12 مش الوقت. السيسي ما شاء الله يعني، يلا ربنا يديله الصحه. برضو كنت جبت هنا شوفوا لحد الملوخيه، والله كنت جبت نص كيلو ملوخيه اهوت وحطيته على جنب، قلت هينفعني في رمضان. هنا بقى عندي شويه ملوخيه برضو باقيين، برضو من مره تانية كنت جايبه فيها نص كيلو، عملت طبق واتبقى دول برضو حشتهم شوفوا كل اللي يطلع من الاسبوع مش بدخله في الاسبوع التاني. بقول خساره ان انا الدنيا ما جاش. معايا هنا خلطة كبدة، معايا هنا خلطة فيجيتار، معايا خلطة كفتة، معايا خلطة شيش طاووق، معايا مرق الدجاج، مرق الدجاجة هي 2. معايا دول برضو 2 مرقة خضار مش عارفة باقيين من الواحدة لأن أنا كنت جايباها قبل كده. معايا هنا دي ايه ال11 بهار، فاهميني يا حبايب قلبي؟ برضو دول 11 بهار، مش عارفه ده 11 بهار ولا خلطه بطاطس، لا 11 بهار، فاهميني؟ شوفوا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا الحاجات ده والخير ده كله لرمضان. من ايه بقى؟ من 5 جنيه، من كيس سكر هيخش بيتي جاي وملوش اي يعني. الكيس السكر اللي جاي ده جاي زياده، الزياده ما ندخلهاش بقى في احتياجاتنا. ليه؟ لان اللي جاي زياده ما يعتبرش يخش في الحاجه لازم، لا لا بالله عليكم. الزايد ملغي يتلغى. كيسين السكر ده هم لو هنجيبهم برضو الشهر ده هو من فتح الله، انا بامر الله من غير مقاطعه اروح انا وسلفتي الشهر ده اذا امر ربنا وجبتهم مش هيخشوا في احتياجات بيت، هحوشهم كانهم ما جوش. 60 جنيه زايدين على مصاريفي، لكن مهماش داخلين في خصوصيات الشهر اللي قبل. يا رب يا حبايب قلبي الفكرة بتاعتي تكون عجبتكم. فكرة ال5 جنيه جميلة جدا جدا جدا. ال5 جنيه لو دخلت البيت ابني هياخدها. انا معايا طفل 4 سنين، اول لما بخش اول حاجه بمسكها البوك، ماما جبت لي ايه؟ ببقى جايبه له بقى فشار، ببقى جايبه له مقرمشات، ببقى جايبه له اي حاجه وانا جايه من السوق. دي بقى بلهيه به. يعني انت اعمل حسابك برضو هات فشار هات حلاوه اللي هي الموز دي يعني اللي طالعه اللي هي اللي بتبوش دي يعني. هاتوا له اي حاجه ان شاء الله، تجيبي له حبايتين بونبوني وانت جايه ب2 جنيه هيتراضى وهيبعد عنك. انما ال5 جنيه المجمده ما تخشش البيت طالما زايد عن حاجتك. انت خارجه مثلا ب200 جنيه ب150 جنيه، الله اعلم بالله انت خارجه بيه، يا رب يزيدك من نعيم الله وفضله. انت خارجه ب50 جنيه، بقت 45 جنيه. ال5 جنيه يجي بقى حاجه تتعاه، لان انت خارجه به ترجعي بها حاجه تتعان مش حاجه، لان الحاجه في البيت دلوقتي اهم من المال.
يا حبايب قلبي الحاجة في البيت أهم من الفلوس. الفلوس والله بيجي عليها وقت ما لا ريحة اللازم. وقلت لكم طول ما احنا بينا وبين ربنا عمار نحمد ربنا على كل حاجة، وأهم حاجة القناعة. أنا بفضل الله أعوذ بالله من كلمة أنا أقسم بالله العلي العظيم، أنا باجي عليا أوقات مش لاقية جنيه، أنا مش لاقياه، مش لاقيه الجنيه ان انا اصرفه. فبيبقى عندي بقى، بيبقى عندي طبق كبده، بيبقى عندي نص طبق سجق، بيبقى عندي اي حاجه في التلاجة، فالحمد لله اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم. بتمشي. يا رب تكون فكرتها عجبك. واحنا معانا فكره تانية خالص. احنا بدأنا بفضل ربنا، عملنا جمعية. الجمعية مكونة من 22 نفر. ال 22 نفر كل يوم 10 جنيه، هنقبض 2200 جنيه. عملتها لدخلة رمضان بفضل ربنا وكرمه. أنا داخلة يعني أنا هدخل باسم وبناتي هيخشوا باسم. بناتي قالوا لي يا ماما إحنا نديكم نص اسمنا، وأنا وأختي هناخد النص التاني. نص اسمهم ده قالوا لي هنديك 1100. 1100 ده أنا هخليه لفراخ رمضان. وانا اسمي اعوذ بالله من كلمه، انا قلت اجيب بقى طقم لبنتي، طقم لابني اللي هم الصغيرين، لان انا عندي عروسه بسم الله ما شاء الله في اولى ثانوي، فيعني مش بتخرج، عايزه بيجامه، عايزه يعني شبشب، لا مؤاخذة يعني شبشب، عايزة توكة حلوة، يعني حاجاتها بتبقى في المحدود. يوم ما فيش خالص هتبقى 200 300 جنيه. انما بقى بنتي وابني قلت اعمل لهم جمعية، وبدأت بفضل ربنا وكرمه. اول اسم انا قبضته، انا اللي ماسكة الجمعية. اول اسم انا قبضته يوم احنا بنعملها كل 10 ايام. انا وسلفتي بتلمي بقى حبايبك بقى وجيرانك ومعارفك وكله، تعالوا يا اولاد نعمل جمعيه ب10 جنيه في اليوم. ال10 جنيه ملهاش ريحه القيمه، بس بسم الله ما شاء الله بتعمل مبلغ وقدره ما بكون في جمعيه. انا هحوش، انا جربت موضوع التحويش قبل كده، وابني بقى يتعب مني لانه عنده التهاب رئوي، وبقى يتعب مني. اول حاجه بفكر فيها اللي في الدولاب، جاري اخد الفلوس وجاري واكشف على ابني، لان احيان كتير الازمه كانت بتجيله في اوقات متاخره، جاري انزل اجيب علاج، اجيب مش عارفه ايه، الفلوس طار. انما الجمعيه غصب عنك بتاخديها مجمده، بتروحي تجيبي بيها الحاجة في نفس الوقت. برضو إذا عملت جمعية اعملها مثلا على إنك هتقبضها في شهر 2، هتقبضها في شهر 3. حاولي على قد ما أنت قادرة تقبضيها في الوقت اللي هيقرب لرمضان للعيد. شوفي بقى أنت هتجيبي هدومك امتى، هتجيبي فراخك امتى، هتجيبي حاجتك امتى. ما تاخديهاش أول ولا تاني اسم، يعني أنت حاولي ظبطي نفسك يعني على قدك كده. ولمي بقى حبايبك، لمي بنات العيلة، بنات الجيران، تعالوا نعمل جمعية ب10 جنيه في اليوم. والله العظيم بتفرق كتير، وبتعمل ما شاء الله مبلغ وقدره. انا بقول لكم احنا 22 نفر كل 10 ايام، يعني بقبض في الشهر 3 اسامي. ما شاء الله تلاقيها جايه جري 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 جري. وحد تكون واثقه فيه بقى، ولا يخش معاكي ما يجيش في نص جمعيه يقول لك لا انا هطلع انا مش قادر انا مش عارف ايه. هي ال10 جنيه ما هيش فلوس. يا رب يا حبايب قلبي تكون افكار فكرتي عجبتكم، ويا رب تكون الحاجات اللي انا دبرتها من البيت دي الحمد لله حاجات كتيره اهو زي ما حضراتكم شايفين. يا رب تكون فكرة. انا ما رضيتش اتكلم في اي حاجه الا لما افكر الاول، واحنا لسه بدري عن رمضان، والحمد لله بفضل ربنا انا لميت حاجات كتير. وزي ما قلت لكم القديم يطلع الجديد يخش مكانه، مش يطلع ما عادش يخش، لا دخل مكانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.